أنا أخوكم عبد الكريم الهاروني، مهندس أول في الهندسة المدنية، وزير سابق للنقل في حكومة الثورة التونسية، والآن رئيس مجلس الشورى لحركة النهضة التونسية. أولا، لأول مرة بعد 50 سنة حركة النهضة تقدم مرشحا لرئاسة البلاد، وهذا حدث تاريخي في تونس وفي العالم العربي والإسلامي، وهذا دليل على أن حركة النهضة حركة مقبول بها وطنيا ودوليا، يعني على مستوى الحكومة، على مستوى البرلمان، على مستوى البلديات، ولما لا على مستوى رئاسة الدولة. كذلك نحن ما زلنا في حركة النهضة نتحاور ونتشاور داخل مؤسساتنا، وأعلاها مؤسسة مجلس الشورى، لاتخاذ قرار. سنشارك في الانتخابات الرئاسية ونقدم مرشح. هل سيكون هذا المرشح من داخل النهضة أو من خارجها؟ فإذا كان من داخل النهضة، قانون النهضة يقول أن النهضة تقدم رئيسها مرشحا، وإذا كان الرئيس لا يريد أن يترشح أو هناك أسباب قوية لعدم ترشحه، يقترح شخصية من داخل النهضة وتعرض على مجلس الشورى، يمكن أن يوافق عنها أو يرفضها. فنحن ما زلنا لم ندخل هذه المرحلة إلى حد الآن. بالقانون مرشحنا هو رئيس الحركة، وما زلنا نتشاور في هذا الموضوع. في صورة ما ذهبنا في هذا الطريق، طبعا سينتج عن ذلك تغييرات في قيادة الحركة. نحن لدينا مؤتمر في سنة 2020 القادمة إن شاء الله، وسننظر مستقبل القيادة وكيف تكون قيادة الحركة في المرحلة القادمة، أخذا بعين الاعتبار نتائج الانتخابات ونتائج الترشحات ومصلحة تونس قبل كل اعتبار. النهضة بدأت التجربة السياسية مبكرا، وكانت سابقة في العالم العربي منذ جوان 81 عندما فشل نظام الحزب الواحد، وأقر بورقيبة رئيس الدولة بتكوين الأحزاب، فتقدمت النهضة بطلب تكوين حزب حركة الاتجاه الإسلامي. رفضت التأشيرة وقمعت الحركة وامتلأت السجون بقياداتها، ولم تقبل الديمقراطية، لم تقبل بالديمقراطية دولة أرادت المواصلة في الحكم الفردي. فنحن بدأنا العمل السياسي معناتها منذ زمن، ودخلناه من باب الديمقراطية، واليوم الحمد لله الحركة معترف بها كحزب قانوني، مشاركة في الحكم، وتتهيأ إن شاء الله للفوز في الانتخابات القادمة ولقيادة الحكومة وتحقيق الإصلاحات الضرورية لرفع التحدي الاقتصادي والاجتماعي بعدما انتصرنا في معركة الهوية ومصالحة تونس مع هويتها العربية الإسلامية، وهذا ما عبر عنه دستور الثورة في جانفي 2014. أولا، حركة النهضة كان لها فكر مرن منفتح على مختلف المدارس الإسلامية وحتى العالمية، وكانت قريبة من واقع البلاد، وبادرت بتكوين حزب منذ 6 جوان 81، أي دخلت العمل السياسي من الباب الكبير، من باب الديمقراطية، من باب القبول بالرأي المخالف والاحتكام لقرار الشعب. ولكن للأسف خسرت تونس 30 سنة، لأن الدولة اضطهدت الحركة الإسلامية، ولأن الدولة رفضت الديمقراطية، وتطلب ذلك ثورة شعبية سلمية. ومع الثورة الشعب التونسي أعطى ثقته للنهضة وقدر نضالها وتضحياتها ونظافتها. فالنهضة نجحت لأنها كانت حركة مبدئية، حركة مناضلة، حركة صادقة مع الشعب التونسي، وحركة لم تتحول رغم اضطهاد دام 30 سنة إلى حركة عنيفة أو حركة إرهابية. وفي أول انتخابات حرة فازت النهضة، ونجحت النهضة كذلك أنها لم تحكم وحدها، وإنما حكمت مع من يخالفها من الأحزاب ذات التوجه القومي واليساري، لتدريب التونسيين على التعايش وعلى التوافق وعلى التعاون وعلى التضامن في مرحلة انتقالية صعبة بعد ثورة. فبدأنا لأول مرة في العالم العربي تجربة الحكم الائتلافي بين أحزاب من عائلات إيديولوجية وسياسية مختلفة، فاستمر هذا الأمر إلى اليوم. واليوم لدينا حكومة ائتلاف وطني تجمع الإسلاميين مع غيرهم من الأحزاب ذات الإيديولوجيات والمدارس السياسية المختلفة، ونحن سنواصل في هذا المنهج، منهج التوافق والتعايش
حتى بعد الانتخابات القادمة في آخر 2019 التشريعية والرئاسية نواصل حكم بالشراكة وبالتوافق من أجل تونس. النهضة نجحت كذلك لأنها قدمت مصلحة تونس على مصلحة الحزب، وعندما حصل انقلاب دموي في مصر وتحرك البعض في تونس لإفشال التجربة التونسية ولإسقاط الحكومة، النهضة تصرفت بحكمة وقدمت مصلحة البلاد وقبلت الخروج من الحكومة من أجل أن نصل إلى دستور وإلى انتخابات ويتواصل المسار الديمقراطي وتكون تونس أول دولة ديمقراطية في العالم العربي. هذه كلها من مظاهر نجاح التجربة التونسية في النهضة. والنهضة كذلك بقيت منحازة إلى المبادئ. النهضة لا تساوم في الإسلام، لا تساوم في الوطنية وفي سيادة الدولة التونسية، لا تساوم في حرية وكرامة التونسيين، لا تساوم في كرامة المرأة، ولا تساوم كذلك في العدالة الاجتماعية بين التونسيين. فبقيت حركة وفية للمبادئ، حكيمة في منهجها، سلمية ديمقراطية ومنفتحة على مجتمعها بمختلف أطرافه. ونجحت النهضة كذلك لأنها كونت سمعة إيجابية في العالم، وأصبحت قيادتها ورئيسها يستقبل باحترام في الدول الغربية والشرقية، وقدمت صورة إيجابية على التعايش بين الإسلام والديمقراطية. فهذا كله مشروع النهضة، فبقيت حزبا مدنيا ديمقراطيا بمرجعية إسلامية قريب من الشعب ومنفتح على من يخالفه الرأي من أجل وحدة الشعب التونسي ومن أجل نجاح التجربة الديمقراطية في تونس. يزع الله بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. فإصلاح المجتمع وإصلاح الدولة يتطلب عمل سياسي، يتطلب أحزاب قوية تغير القوانين، تغير الإدارة، تصلح دواليب الدولة، ولكن كذلك هناك ضرورة لحركة مجتمعية بالعمل الدعوي والثقافي والتربوي وكل الأعمال التي ترتقي بالإنسان وبالأسرة وبالمجتمع. فنحن نرى أن كلاهما ضروري. فالذين يرفضون الديمقراطية أو يرفضون المشاركة السياسية يجعلون المسلم يبقى على هامش المجتمع، على هامش الأحداث، على هامش الدولة. ومن يرفض الديمقراطية إذا أراد أن يصل إلى السلطة فبماذا سيصل إلى السلطة؟ بالانقلابات، بالحروب الأهلية، بالتدخل الأجنبي، بالصراع الطائفي، كلها طرق لا تنسجم مع الإسلام وقيم الإسلام. نحن ندعو كل الإسلاميين أن يكونوا حاضرين في مجتمعاتهم، مشاركين في أحزابهم، مؤثرين في المجتمع وفي الدولة لخدمة قيم الإسلام. أما رفض المشاركة السياسية أو رفض الديمقراطية سيجعلهم على الهامش، وسيجعل من يسير الدولة والمجتمع غيرهم ممن يحمل مشروعا قد يناقض مشروعهم. فنحن ندعو إلى أن الشباب الإسلامي يكون مشارك وحاضر، ونهيئ جيلا جديدا من القيادات للدولة وللمجتمع. هذا واجبنا، وهذا واجب فرض عين وليس فرض كفاية. كل مسلم مطالب بأن يكون مؤثرا وحاضرا وفاعلا ولا يبقى على الهامش. هو قرار مفاجئ، وأثبتت الأحداث أن ليس هناك ربط مباشر بين اللباس والإرهاب. احنا في تونس عندنا دستور وعندنا حريات، ونحترم حرية الضمير والمعتقد وحرية اللباس. هذه ثوابت في تونس يجب احترامها. وإذا كانت هناك مخاطر أمنية أو احتياطات أمنية، لا يجب أن تكون الاحتياطات الأمنية على حساب الحريات وعلى حساب المعتقدات. فيمكن أن نجد أشكالا للتحري في صورة هناك شبهات أو مخاطر، أما أن نمنع منعا عاما أو نضيق من الحريات فهذا ليس خيار الدستور التونسي وليس خيار التونسيين. وإن شاء الله نتعامل مع هذه الأمور بحكمة، ولا نحول صراعنا مع الإرهاب إلى صراع ضد الحريات أو ضد حقوق الإنسان أو ضد مظاهر التدين أو غيرها من المظاهر. ففي تونس المرأة حرة في لباسها، والإرهاب ليس مرتبطا بلباس معين، والإرهابيين لا يستعملون لا النقاب ولا القميص ولا اللحية. الإرهابيون يصلهم الإرهاب إلى عقولهم عبر الإنترنت
ويستعملون لتحقيق أهداف لا علاقة لها بالإسلام. فلا يجب الربط بين التدين والإرهاب، ولا يجب الاعتداء على الحريات وحقوق الإنسان باسم مقاومة الإرهاب. هناك من يدافع عن هذه الحالات الشاذة. هذه حالات والقانون التونسي فيها واضح في التعامل معها. المجتمع التونسي المتمسك بهويته العربية الإسلامية يرفضها، ولكن نحن نفرق بين أمرين: بين الحريات الشخصية، بين حرية الناس في بيوتهم، فنحن لا نتجسس على الناس ولا نعتدي على الناس في بيوتهم، ولكن هناك أخلاق عامة واحترام للأخلاق العامة المنسجمة مع قيم الإسلام وقيم الإسلام وقيم طبيعة خلق الله والفطرة الإنسانية ترفض هذا الشذوذ. فأنا نتصور اللي هالدعوات هذه لا وزن لها ولا مستقبل لها في تونس. كل محاولة لتصفية القضية الفلسطينية أو الالتفاف على القضية الفلسطينية أو تقديم حلول مغشوشة لا تنصف الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة في الأرض وفي المقدسات وفي اختيار مصيره ومن يحكمه، كل حلول لا تتوفر فيها شروط احترام إرادة الشعب الفلسطيني وحقوق الشعب الفلسطيني وحقه في التحرر من الاحتلال وفي تحرير القدس، كل هذه الحلول لا مستقبل لها مهما اجتمعت عليها قوى في العالم، مهما كانت أموالهم، مهما كانت قوتهم. فهذه قضية عادلة يحرسها الشعب الفلسطيني البطل المجاهد برجاله ونسائه. ف70 سنة وفشلت كل المؤامرات ضد فلسطين وضد القدس، وستفشل كل المؤامرات ضد فلسطين وضد القدس. فالذين اجتمعوا لتقرير مصير فلسطين لا يمثلون الشعب الفلسطيني ولا يمثلون القضية الفلسطينية، ولا حق لهم في أن يقرروا مصير فلسطين ومصير القدس. الشعب الفلسطيني هو الذي يقرر مصيره، والشعوب العربية والإسلامية مناصرة للشعب الفلسطيني في حقه في الحرية والكرامة والاستقلال وبناء دولته وتقرير مصيره، وعاصمة هذه الدولة القدس الشريف.